دايما متعودين الناس تيجي تنصحنا من مكان ناجح يعني بيجي يقولوا لنا هما ازاي نجحوا، هما ازاي حققوا احلامهم، هما ازاي بقوا جامدين قوي في حاجة معينة. بس الحقيقة انا النهاردة جاي اقول لكم انا ازاي بفشل. انتوا بتسمعوا بودكاست بالورقة والقلم مع هدير رؤوف. يا أهلا وسهلا بيكم في بودكاست بالورقة والقلم مع هدير رؤوف. والنهاردة الحقيقة الحلقة مختلفة جدا بالنسبة لي وهتعرفوا كمان شوية ليه، ولكن خلوني في الأول أنوه في البداية أنه أأكد عليك أن يبقى معاك طبعا بديهيا ورقة وقلم وحاجة لطيفة بتشربها. دايما واحنا بنسمع حاجة ساعات بتجيلنا فكرة، ساعات بيجيلنا خاطر، ساعات بيجيلنا حل المشكلة، ممكن حتى ما يكونش ليه علاقة بالحاجة اللي احنا بنسمعها أو بنشوفها، ولكن مهم جدا ان احنا دايما واحنا بنحضر اي حاجة يكون كده عندنا كوميتمنت ليها ويبقى معانا ورقة وقلم او نوت بسيطة وصغيرة. ودلوقتي ممكن ننتقل بقى ليه الحلقة دي الحقيقة مختلفة وغريبة، لان دايما متعودين الناس تيجي تنصحنا من مكان ناجح يعني بيجي يقولوا لنا هما ازاي نجحوا، هما ازاي حققوا احلامهم، هما ازاي بقوا جامدين قوي في حاجة معينة. بس الحقيقة انا النهاردة جاي اقول لكم ازاي بفشل. هو اصلا ينفع ان انا احكم على حياتي او على نفسي خلاص بالفشل؟ الحقيقة لا، لان احنا حياتنا ما خلصتش. طول ما احنا عايشين وبنتنفس احنا ما نقدرش نقول ان احنا خلاص فشلنا، ولكن احيانا بنفشل في بعض الفترات في تحقيق حاجة معينة. يعني انا كهدير بفشل انه انظم حاجة معينة، بفشل اني انتظم في شغلي، ساعات بفشل في ان انا احوش، بفشل في ان انا اعمل حاجة معينة في يومي. انا اقدر اقول ان انا بفشل في اوقات معينة، ولكن ما ينفعش ابدا ان انت تعتبر نفسك شخصية فاشلة او حياتك فاشلة او عمرك ما هتحقق حاجة. لان طول ما انت بتتنفس لازم دايما تحاول، ولازم دايما تدور، ولازم دايما تعرف مشكلتك ايه وتحلها. الفشل هو ان انت بجد تبطل تحاول. فتعالوا النهارده اقول لكم انا ازاي بفشل نفسي في اوقات كتيره ان انا اعمل حاجات كتيره، وهحكي لكم كل حاجه بكل صدق. والحاجات دي يعني انا بقولها عشان نستكشف مع بعض نفسنا، وممكن تكون انت بتعملها وما عندكش وعي، ممكن يكون عندك اسباب تانية مختلفه تماما. فانت تقدر تكتب لي في الكومنتس برضو او تبعت لي مسج على الانستجرام وتعرفني الاسباب اللي بتفشلك ايه، ونحاول نلاقي لها حلول مع بعض. اول حاجه دي انا ما بفشلش فيها، دي انا اكتشفتها انه انا مش محتاجة دايما باشن، انا محتاجة مسؤولية، ومسؤولية قوية وحقيقية هي اللي بتخليك تعمل الحاجة. يعني مثلا خليني اديلك مثال، لو انتي بنت بتسمعيني دلوقتي فانتي ام او انت اب، ايه اللي بيخليك تعمل نفس الحاجة لأولادك كل يوم؟ تقوم تشتغل وتجيب لهم فلوس، او انتي كأم تقومي تهتمي بيهم وتلبسيهم او تذاكري لهم او توديهم المدرسة. هل كل يوم عندك نفس الباشن؟ اكيد لا. عندك نفس الباشن ونفس الروح ونفس الحياة وكل يوم كده يعني مقدمة على حياتك؟ لا. وده عرفته لما مريت بظرف صعب قوي، ويعني اي حد مكاني هينهار، بس بصيت لقيت ان انا تاني يوم لازم اقوم كويسة لان عندي طفلة صغيرة روح هي مسؤولة مني. فعرفت هنا انه مش دايما الحاجات اللي بنعملها لازم بس يكون عندنا باشن ناحيتها، لا احنا محتاجين مسؤولية قوية، نكون مسؤولين تجاه نفسنا ونكون مسؤولين ان الحاجة دي فعلا انا لازم اعملها ولازم اخلصها. ودي اكتشفتها لانه اللي بيخليني اقوم بادوار في حياتي احيانا كتير بكون مش حابة اقوم بيها هي المسؤولية. ولولا المسؤولية دي اللي ناس كتير قوي بتكرهها وبتتهرب منها، احنا مش هنكتشف القوة اللي جوانا والقدرات اللي جوانا على اننا نعمل حاجات كتير يمكن في اصعب الظروف. ودي اول نقطة كنت اكتشفتها، والحمد لله دي ما فشلتش فيها. طيب تاني حاجة بقى بفشل نفسي فيها هي الاستمرارية، وممكن نحط بين قوسين جملة كده لطيفة، أصل هي مش بمزاجك يعني. الحقيقة ان انا كنت بمشي في حياتي كلها بمزاجي، يعني هشتغل لما يبقى عندي مزاج، هنزل اخرج خروجه لما يبقى عندي مزاج، هود فلان لما يبقى عندي مزاج، اي حاجة هعملها لما يبقى عندي مزاج. ومبرري هو انه انا شخص ما بيستحملش الضغط وما بعرفش اعمل حاجة حلوة غير بمزاج. فده خلاني حقيقة ان انا اتعلم او اتعود ما اشتغلش غير ومزاجي حلو. وده طبعا كارثة وحشة قوي، لان احنا حياتنا مش دايما حلوة، ولا دايما مزاجنا حلوة، ولا دايما مودنا ستيبل. فالحاجة اللي انا ندمت ان انا ما عودتش نفسي عليها زمان انه مفيش حاجة اسمها انا ما عنديش مزاج. ارجع تاني لاول حاجة، في التزام، في مسؤولية. انا شغلي ده مسؤوليتي، انا بشتغل ليه، انا عايزة اكون شخص عامل ازاي، ابدا افكر نفسي واتكلم كده مع نفسي، وانا عارفة ان انتي زعلانة او عندك ظروف صعبة، بس دي حاجة ودي حاجة، واتعلم ان انا
افصل. انه بجد لو اتعودت انك تقول انت انسان ما بيستحملش الضغط وانا انسان ما ينفعش اشتغل غير بمزاج، هيجي يوم من الايام هتلاقي نفسك في النقطة الاولى اللي هي المسؤوليات ومضطر تعملها، فبالتالي ممكن يجيلك اكتئاب او تعجز عن انك تعملها. حياتك الزوجية ما تستمرش، حياتك في الشغل اللي انت لازم تشتغله عشان دورك كأب ما تستمرش. مهم قوي ان انت ما تقوليش اصل انا مش عايزة اضغط قوي على نفسي. لا حضرتك اضغطي قوي على نفسك وعودي نفسك تفصلي، وانا جايالك من الحتة الوحشة دي وبقولك بجد ما تعوديش نفسك انك تعملي الحاجة بس لما يبقى عندك مزاج. ودي حاجة أنا الحقيقة بشتغل عليها وبحاول أمرن نفسي عليها وأتمنى أن أنا أنجح فيها. فأهم حاجة في أي حاجة بتعملها هي الاستمرارية ومش بمزاجك. ولسه مكملين مع بودكاست بالورقة والقلم، هدي الرؤوف. حاجة بقى ودي يعني نفسية ومعنوية شوية، إنه أخليها في دماغي. أنا سميتها كده، خليها في دماغك. ساعات كتير بتجيلنا أفكار، ويمكن الأفكار دي إحنا لو قدرنا نسيطر عليها ونسيطر على حاجات كتير في حياتنا، بس إحنا بنتكاسل أو بنحاول نتذاكى عليها. في نوع من الأفكار وحش قوي اسمه أفكار متسلطة، والأفكار المتسلطة دي هي بتكون كمية كبيرة جدا وبتكون سريعة جدا. وقريت في كتاب إن إحنا تقريبا بنواجه 60,000 فكرة في اليوم، ومنهم تقريبا 47 أو 46 ألف فكرة سلبية. بس احنا بنقرر انه انا هخليها في دماغي وهحلها، او انا هرتب الموضوع اللي شاغلني ده في دماغي. بس الحقيقه ان دي غلطه كبيره قوي، لان بتبدا من كتر سرعه الافكار دي وان هي كتيره قوي بتبدا تعمل لك بقى مشاعر سلبيه، مشاعر غضب، مشاعر كسل، مشاعر احساس بالفشل، احساس بعدم ثقه في النفس، وانتي كنتي كويسه وفجاه مش عارفه ليه. فالحقيقه هي ان الافكار دي هي جت قعدت تديكي شويه كلام سلبي كتير كتير كتير، انت ما لحقتيش تسيطري عليه فتملكت منك، فادتلك المشاعر اللي ما بقيتيش عارفه تجيبي سببها. ففي الحاله دي مهم قوي ان احنا نكتب افكارنا، وما بنكتبش افكارنا كده وخلاص، لا احنا بنكتب افكارنا بطريقه معينه وواضحه، وهي ان انا اكتب اول فكره تيجي في دماغي واكتب مشاعري تجاه الفكره، وتحتيها ابدا اكتب ان الفكره الايجابيه العكس تماما للفكره السلبيه. خلوني اديكم مثال. وانا قاعده مثلا بنتي فضلت تعيط كتير وانا ما كنتش عارفه اسكتها وتعصبت عليها، ففي اللحظه دي جات لي فكره سلبيه، انتي ام وحشه. فضلت بقى تتفرع وتعيش حياتها في دماغي لحد ما عملت لي مشاعر وتأنيب الضمير والحزن والعجز وحاجات كتيره قوي. طيب لو انا جبت الورقه والقلم كتبت الموقف اللي حصل مع بنتي وفكرتي عن الموقف اللي جات لي ومشاعري، وبعدين تحت بدات احلله واكتب فكره ايجابيه بديله، وافكر نفسي بقد ايه انا ام ايجابيه وقد ايه انا ام كويسه، ولكن في اللحظه دي انا غضبت ويمكن اكون اتصرفت غلط، وابدا ان انا احلل لنفسي الفكره دي، هرتاح وهتروح من دماغي ومش هتجيب اخواتها خالص من الافكار السلبيه. فمهم قوي انك تتعلم تستخدم الورقه والقلم في ان انت تدون كل افكارك، وما تفتكرش ان دماغك دي جهاز هيرتب لك اي حاجه في حياتك. الورقه والقلم هي صاحبتك. ويا جماعه احنا كمان معانا الموبايل في ايدينا على طول، ممكن برضو نستخدم النوتس اللي فيه ونكتب، بس اهم حاجه بجد ما تخليهاش في دماغك ابدا. رابع حاجة ودي حبيبتي الحقيقة، بس خلوني أشرب شوية حاجة ونرجع نكمل كلام. الشكوى. أنا الشكوى بالنسبة لي بستخدمها كتير بصراحة، مشوفتوش صراحة كده صح، بس أنا مش بشتكي من باب أي حاجة، أنا بشتكي من باب الفضفضة. بحس إن أنا لما هشتكي اللي قدامي هيديني فكرة أو يعني هيخرجني من المود أو whatever. اكتشفت برضو من لايف كوتش كان بيتكلم إن الشكوى بتبعدك عن الحل. أنت بتبقى بتشتكي فبتبقى مركز على المشكلة ومركز على مشاعرك السلبية، فبتبعد تماما عن إنك تلاقي حل للشكوى دي. أنا أقعد أقول أنا تعبان أنا تعبان أنا تعبان، أنا عندي كذا بيوجعني، أنا عندي مش عارفة إيه. أنت مركز على الوجع بس مش مركز إن أنت تروح للدكتور وهتحل الموضوع ده وتبطل تشتكي لناس كتير. فدي حاجة بصراحة أنا انتبهت لها. دي حاجة بجد بتفشلنا شوية في حياتنا زي ما قلت لكم، لأنها بتبعدنا عن الحلول ونروح لأختها اللي جاية وهي شماعة الظروف. ودي حبيبتنا كلنا، مش أنا بس بقى، دي حبيبتنا كلنا. أنا مش قادرة أعمل عشان عندي كذا، ما هو أنا مش قادرة أعمل عشان مش عارفة إيه. فدايما إحنا مش قادرين نعمل، برضو ما بندورش على حل
المعوقات دي. يعني ممكن تكون فعلا ظروفك صعبة، ممكن فعلا تكوني قدرتك دلوقتي صعبة، ولكن انا ممكن الاقي حل. زي ان انا مش عارفة اشتغل وبنتي موجودة، طب ما هو بدل ما انا اقعد اقول انا مش عارفة اشتغل وانا حياتي راحت وانا ضيعت حياتي على بيتي وعلى بنتي انا احاول الاقي طريقة، الاقي واي، زي ان انا اوديها حضانة، زي ان انا ابدا اشتغل في مواعيد نومها، زي ان انا يعني ابدا ادور على حلول. فبصراحة شماعة الظروف دي سيئة، واحنا غالبا بندخل فيها لما بنبقى خايفين نواجه او خايفين نعمل الحاجة ما ننجحش، فبنبدا نحط الظروف اللي تبرر لنا ان احنا ما بنحاولش. فالحقيقة دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تدمر حياتنا وتفشلنا في فترة من فترات حياتنا. فلو انت بتعملها توقف دلوقتي وهات قطعة ورق وقلم صغيرة جدا 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 وابدأ اكتب انا ايه المعوقات اللي شايفها بتقف قدامي قدام الحاجة اللي انا عايزة اعملها، وابدأ اكتب لكل حاجة منهم 3-4 حلول واسعى في الحل، وما تسعاش ان انت تشتكي من الظرف. حاجة بقى مهمة وهي التأجيل برضو دي عندنا يعني معظم الناس، انا مش بعملها قوي بالمعنى معنى التأجيل. هقول لكم بعملها ازاي. مثلا انا لما بصحى من النوم ابدأ ابدا ابدا في الحاجات اللي ورايا. انا بكون نشيطه جدا وبنجز بسرعه جدا وبخلص حاجات في وقت قليل جدا. طيب لما بصحى اقول طب هبص على الموبايل وبعدين اعمل، طيب لا ده انا هعمل بس كوبايه قهوه ونسكافيه كده واظبط نفسي واكل حاجه بعدين اعمل. طب عندي مواعين، لا لا لا، طب انا هبص على مش عارفه ايه بعدين، طب اتفرج على حلقه. انا عماله ااجل التاسكات بتاعتي في اليوم لحد ما ابص الاقي يومي ضاع على الكنبه، ضاع على تيك توك، ضاع على الموبايل، ضاع في حاجات كلها تافهه ضيعت وقتي. خلوني اديكم مثال ليومين انا عملتهم. يوم منهم انا صحيت الساعه 7 الصبح وكنت نايمه 4 ساعات، بس انا قمت روقت سريري، غسلت وشي، لبست وجهزت اليوم وبدأت تك أصور. دخلت في اليوم كده مسكت موبايل يمكن الساعة 2 أو 3. بجد يومي كان productive، كان ناجح جدا. عملت حاجات كتير قوي كان نفسي فيها. طيب تاني يوم كان ناجح الحمد لله، ولكن ضيعت وقت لانه اول ما صحيت قلت انا مش همسك الموبايل، بعدين قلت لا طب همسكه بس عشان افوق. ضيعت 1:30 على السرير. ففرق كبير، 1:30 ده وقت كبير قوي، خصوصا بعد الأمومة اكتشفت يعني قد ايه الوقت مهم قوي في حياتي. 1:30 ده وبنتي نايمة كنت ممكن اخلص في حاجات، كنت ممكن اشتغل شوية. فالتأجيل مش بس تأجيل الأيام، ده التأجيل الأسوأ اللي هو أنا عمالة أأجل التاسك اللي بعد شوية. فدي حاجة بجد ممكن تخلي يومنا مش ناجح وتخليه كسول وكله خمول. فأتمنى ان احنا نبطل الحاجة دي. اخر حاجة بقى ان انا اصحى كده وعلى الله حكايتي، يعني مفيش هدف واضح ليومي. انا صاحي كده اشوف بقى يومي هيوديني فين. ودي انا جدا احيانا علشان انا مش بحب ادي مواعيد، لان في النقطه اللي قلت لكم عليها ان انا معوده نفسي بعمل الحاجه بمزاجي، فدي بتخليني اللي هو انا مش عارفه ادي ميعاد. انا مش عارفه اقول لك يلا هننزل بكره نخرج، عشان انا ممكن ما انامش كويس وممكن اصحى الاقيني مش عايزه اخرج، فمش قادره اقرر معاكي مواعيد. فبسيب يومي بدون مواعيد وبدون اهداف وبدون اي حاجه. انا لما بصحى بقى بشوف انا عايزه اعمل ايه في اليوم، وده مش صح تماما خالص. لان انتي لازم تحطي هدف ليومك. انا النهارده هقابل فلانه وهشتغل وعندي ميتنج الساعه كذا، او عندي الغدا هيبقى الساعه كذا، او مذاكرتي هتبقى الساعه كذا. فهيبقى عندك كوميتمنت تجاه المواعيد دي. وات ايفر بقى انتي حاسه بايه، مشاعرك ايه، نمتي ايه ما نمتيش ايه، فالمفروض ان انتي يبقى يومك هدفه واضح. انا عارفه انا عايزه ايه من يومي بكره. حتى لو كان هدفك انك مش هتعملي حاجه في اليوم ده، تكوني عارفه ان هدفك انك مش هتعملي حاجه في اليوم ده عشان يمشي سموز وتستفيدي منه لنفسيتك وما تحسيش بتأنيب ضمير. ما انت كده كده مقرره ان اليوم ده مش هتعملي فيه حاجه. فمهم قوي ان انا دايما قبل كل يوم هيجي عليا يبقى عندي هدف واضح ليومي ده. ودي شويه حاجات الصراحه اكتشفتها، واكتشفت ان هي بتفشل حياتي في اوقات كتيره وبتخليني عاجزه على الانجاز والانتاج. يعني في النهايه بحس بديسفاليو فظيعه، بحس ان انا ما عنديش قيمه كفايه، فبالتالي ما بكونش مرتاحه وما بكونش راضيه، فبالتالي ما بعملش اي حاجه بشكل صحيح. هي دايره كبيره قوي. انت لما تكون مرتاح مع نفسك وحاسس بالانجاز وحاسس كده انك قادر تخلص الحاجات اللي وراك في وقت مناسب، وفي نفس الوقت ما تجيش على صحتك ما تجيش على نفسيتك، بتفرق معاك قوي في كل حاجه بتعملها. فدي كانت شويه بوينتس كده انا حبيت اقولها لكم من قلب الفشل ونكتشفها مع بعض. وانا بقالي اسبوع شغاله على النقط دي، والحمد لله بدات ان انا اركز اكتر وانجح اكتر وارجع اكتر. ويلا ابدا النهارده اكتب عندك كام حاجه من الحاجات اللي انا قلتها وحاول تلاقي لها حلول، وقرر هتشتغل على ايه الاسبوع ده.
مبسوطة قوي ان انا اتكلمت معاكم النهاردة، مبسوطة قوي بالبودكاست دي، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في بودكاست جديدة في بالورقة والقلم مع هدير رؤوف.